ازاي حضرتك يا دكتور غلاب؟ يا رب تكون بخير. يا دكتور، انا والتيم بتاع المشروع بتاعي ان شاء الله هنبعد عن كل الافكار اللي قاعده تتقال في المشاريع، والافكار اللي هي غير مبتكره، والافكار اللي هي متكرره. وقررنا انا والتيم بتاعي ان احنا هنعمل يعني فكره مشروع يعني كرييتيف جدا. انا والتيم بتاعي يا دكتور هنعمل ويب سايت لبيع العجول اونلاين. الويب سايت هيكون لبيع العجول والبهايم واي حاجه بتتباع كالمعز والابقار والجمال، يعني اي حاجه يا دكتور حيه، والخرفان وكل الحاجات اللي بتتباع في الاسواق التي يستخدمها الفلاح المصري. الويب سايت يا دكتور هنسميه بهايمكو او العجول دوت كوم. لسه ما اخترناش انا والتيم بتاعي، تمام. واللوجو بتاعنا هيكون عباره عن قرنين، القرن هيرمز الى القرن اللي هو بتاع الحاجات اللي انا قلت لحضرتك عليها دي. حضرتك هتقول له طب انت ايه اللي خلاك عملت الفكره ده؟ هقول لك يا دكتور لان معظم المشاريع اللي بتتعمل والافكار اللي بتتعرض على حضرتك بتكون سيستم سوبر ماركت، سيستم صيدليه، حاجات مش مبتكره. فانا قررت امشي عكس التيار، انا ما حبيتش امشي مع التيار، وده سهل جدا. انا لفيت انا والتيم بتاعي من ورا التيار. ومن اهم المميزات يا دكتور اللي هنشتغل عليها في الويب سايت بتاعنا او الابلكيشن اللي هنسميه العجول بتاعنا، ان احنا هيكون عندنا خدمه دليفري. حضرتك بتخش تطلب البقره او الجاموسه او المعزه او العنزه بتاعتك او الخروف، بيجي لك لحد عندك، بتلاقي خدمه الدليفري بترن عليك بتقول لك ايوه حضرتك كذا كذا وطالب معانا عجل، بخدمه رمزيه جدا. وكمان هيكون عندنا خدمه عملاء، خدمه عملاء بالفعل يا دكتور. هنتعاقد مع عدد من الفلاحين، تمام، وهنشغلهم معانا خدمه عملاء. انت اشتريت مننا بقره او جاموسه وتعبت مثلا، بترن علينا قالوا خدمه عملاء العجول معانا، بنحولك على واحد من الفلاحين اللي شغالين معانا دول، وبيقول لك مثلا توكله ايه تعمل له ايه. اعتقد يا دكتور ان الفكره دي هتفيدنا بشكل عام، لان احنا يعني من المنيا ومعظم الحاجات اللي عندنا الناس وعندها ابقار والناس عندها، فلازم نساعد الناس دي يا دكتور. ونسيت اقول لحضرتك يا دكتور يعني ان احنا هيكون عندنا تحديث يومي بالاسعار، لان حضرتك عارف التجاره شطاره، صح ولا انا غلطان؟ التجاره شطاره. فمثلا سعر البيع النهارده غير سعر بكره، انت عارف نفس العجل عامل زي نفس الذهب كل يوم يغلى. فاحنا هنحدث، يعني هنحدث يومي بالاسعار عشان برضو نفيد الناس بان احنا نكسب. انت بتقول ايه يا ابني انت؟ سيستم عجول ايه وقرف إيه؟ انت هتهرج. التيم بتاعك كله خصم 15 درجة وتكونوا كلكم بكرة في المكتب عندي. يا دكتور خلاص والله العظيم انا اسف، 15 درجه والمشروع فيه 15 درجه، والله انا اسف. ده انا لو خصمت منه 15 درجه هنبيت في الكليه، انا اسف. انا قلت بس نبتكر حاجه كده مثلا لها علاقه ببلدنا وكده، انا اسف. خلاص احنا هنعمل سيستم سوبر ماركت، سيستم السوبر ماركت زي الفل. انا اسف، حقك علينا يا دكتور.